هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن ال 15 برو وال 15 برو ماكس، وهل لو انت معاك 14 برو ماكس تبدل لل 15 برو ماكس ولا ما تبدلش؟ طب هل لو انت معاك 13 برو ماكس تبدل لل 15 برو ماكس؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو النهارده. تعالوا نخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. ابل نزلت الموبايل الجديد ال 15 برو وال 15 برو ماكس، ولو انت مستني يا صديقي اي تغير كلي فاحب اقول لك النمرة غلط. شكلا وموضوعا هو مفيش تغيير خالص. طيب ايه التغييرات اللي حصلت؟ التغيير الجذري بالنسبة لي انا ان الموبايل تم تصنيعه من التيتانيوم، والتيتانيوم ده ايه مهمته ان نمرة واحد ملوش وزنه خفيف جدا. يعني اللي معاه 14 برو ماكس هيلاقي الموبايل دوت 240 جرام، واللي معاه ال 15 برو ماكس لما تجيبه ان شاء الله هيبقى وزنه حوالي 221 جرام او 222 جرام. انا بكلمك في جرامات بس هتلاقي فرق الوزن ملحوظ. دي حاجه في التيتانيوم. تاني حاجه في التيتانيوم ان الجهاز ما بقاش معرض للخدش بنسبه 70 ل 80%. يعني لو الجهاز خد هبده محترمه من النادر ان انت هتلاقيه خد سكراتش، لان التيتانيوم معمول ان هو قابل للصدمات. ايه تاني ميزه في التيتانيوم؟ الميزه المهمه في التيتانيوم ان هو عازل للحراره، يعني ما بيخليش الموبايل يسخن بسبب التيتانيوم. ولو انت متابع اخبار فضائيه وكاله ناسا وما شابه ذلك هتلاقي ان كل الحاجات اللي بتطلع على الفضاء مصنعه من التيتانيوم عشان تحمل الحراره. ده بالنسبه للبادي الخارجي بتاع الموبايل. طيب المؤتمر لما كانوا عاملين عنه اعلان من حوالي اسبوع او اسبوعين كانوا قايلين في البوستر الحنين الى المجهول. هل هو المجهول اللي كانوا يقصدوه التيتانيوم؟ طب ما احنا اوريدي احنا عارفين الموضوع ده في التسريبات. فانا بالنسبه لي المجهول كان بالنسبه لي اقدر اقول لك مثلا اللي هي الحواف الايدجز اللي بقت من على الاطراف من ظهر الموبايل، وده هيساعدك ان انت تمسك الموبايل بطريقه سلسه مش شارب حاده زي ال 12 وال 13 وال 14 برو ماكس. كان في ناس اشتكت من المسكه بتاعت الموبايل من غير جراب، ما كانش احسن حاجه. دي بالنسبه للبادي الخارجي بتاع الموبايل. لو انت مستني تغيير في الشاشه فهي الشاشه بتاعت ال 14 برو ماكس، الاثنين تقريبا شاشه واحده. تكوين الشاشه هو الشاشه ال 14 برو ماكس LTPO سوبر ريتنا XDR اوليد 120 هرتز، بتديك من 1000 نتس ل 2000 نتس، برضو دي من اعلى شاشات العالم حتى الان. دولبي فيجن HDR10. ال 15 برو بيجي برضو شاشه 6.1 انش، والبرو ماكس بيجي 6.7 انش. دي بالنسبه للشاشه مفيش اي اختلاف خالص. الدايناميك ايلاند موجود، مفيش اي اختلاف برضو خالص في الدايناميك ايلاند ولا في اي حاجه جديده. الجديد معاك واللي احنا كنا مستنيينه التايب سي، الكيبل مكان الكيبل بقى تايب سي. ده بيفيد في ايه يا ابو الترابين؟ ده هيعدي معاك سرعه الشحن ال 30 واط، هيدي فاست تشارج بسرعه مهوله جدا. هتقدر ان انت تحط فلاش ميموري خارجي تنقل من عليه. رخيص ان انت تجيب بال 64 جيجا مثلا ب 200 300 جنيه بدل ما كنت بتجيبها من ابل مثلا ب 900 جنيه وب 1000 وبارقام فلكيه وبرامج معينه وحاجات رخمه شويه. الاختلافات اللي هتقابلك بعد كده بقى في الهاردوير الا وهو البروسيسور اللي جاي من ابل السنه دي ايبايونيك 17 برو 3 نانومترز. 3 نانومترز دي يعني شبه مش موجود بروسيسور اصلا، حاجه بسيطه جدا. ده معناه ان مش هيبقى فيه تهنيج، ده معناه ان مش هيسخن الجهاز، مش هيبقى قابل للسخونيه. كمان البروسيسور دوت ابل قالت ان هو مزود بكارت شاشه عالمي. كارت الشاشه اللي فيه هيخليك تلعب بريفريش ريت عالي جدا زي الالعاب بتاعه البلاي ستيشن والاكس بوكس من غير اي تصغير في الملفات ولا ضغط ولا برامج ولا الكلام ده كله. وانا اشك ان السوني داخله معاها في كارت الشاشه ده، لان هو ده سر الخلطه بتاع سوني. هي سوني لا تمتلك اصلا في سر خلطاتها الا البلاي ستيشن والكاميرات. تاني حاجه في الهاردوير معانا الكاميرات، مع ان الكاميرات هي مفيش اي اختلاف. لما هتيجي تقرا في الكاميرات مش هتلاقي اي اختلاف. هتلاقي الكاميرا ال 48 ميجا بكسل موجوده، وهتلاقي ال 12 ميجا بكسل موجوده الثانيه الالترا وايد، وهتلاقي الثالثه موجوده 12 ميجا بكسل، وهتلاقي الكاميرا الاماميه برضو 12 ميجا بكسل. طب ايه الفرق؟
التظبيط اللي حصل من شركه ابل بسبب الاي بايونيك ال 17 برو الجديد. تحسينات واضحه جدا في الاداء، في الصور الليليه وفي البورتريه. ال 4K دلوقتي بتقدر تصور 60 فريم، بس عشان انت تصور فيديو سينمائي قوي كده 60 فريم في ال 4K فانت محتاج هارد خارجي. يعني انسى لو انت معاك موبايل 256 512، انسى، لان الثانيه في الفيديو ده بتفرق كتير. كمان عندك البوكه بتاعت الكاميرا ال 48 ميجا بكسل واسعه، بتقدر ان هي تدخل اضاءه معينه بتخلي الموضوع شارب اكتر في التصوير. يعني من الاخر لو انت غاوي تصوير ال 15 برو ماكس هيبقى معاك حاجه جميله جدا، عشان بس تبقى انت مستوعب انا بقول لك ايه. كمان ابل قدرت تعمل انعكاسات في العدسات الداخليه بطريقه معينه بالاخر ما حدش يعملها الا ابل. يعني مش هتقابل حد يعملها الا ابل. خلت لك العدسه الثلاث عدسات اللي انت بتصور بيهم خلتهم 7 عدسات. يعني ايه 7 عدسات؟ يعني انت دلوقتي بتقدر ان انت تاخد اوبتيكال زوم 5x. فاحنا لما هنصور صوره واحده على من هنا لحد قريب تمام، بعد شويه تمام، بعد شويه تمام، لغايه ال 5x. الغريبه في الموضوع اللي ابل عملته واللي هيجننك انك لما هتجيب الصوره اللي على بعد زوم 5x هتلاقيها نفس الدقه ونفس الحده ونفس الشارب والتقطيع بالظبط اكنك مصوره من قدام. فدي في حد ذاتها مش اي حاجه او مش اي شركه تعرف تعملها عشان تريح دماغك، وده بفضل خلطه كنتاكي بتاعتهم، الا وهو البروسيسور الاي بايونيك 17 برو ال3 نانومترز. البطاريات ابل قالت في المؤتمر ان هي البطاريات بتاعه ال 14 برو ماكس، ودي بالنسبه لي مصيبه الا لو قدر يثبت البروسيسور الجديد اداؤه في انه يحافظ على البطاريه وسخونه الجهاز مع التيتانيوم، فده هيبقى فارق معايا انا شخصيا. انما لو هو ما عملش كده يبقى انا بقى ما غيرش ال 14 برو ماكس بتاعي وخلاص. كمان عندنا حاجه نسينا نتكلم عنها، الاكشن مود. الزرار بتاع السايلنت مود ده اتشال واتحط اكشن بوتون. زرار اول ما هتدوس عليه دوسه طويله هيدخلك في السايلنت على طول. ده اريح شويه عن لما انت تشد الزرار لتحت والفلاتة كانت بتبوظ كتير، وفي ناس بتغير فلاتات كتير. كمان لو انت دوست دوسه سريعه بتقدر ان انت تخصصه اللي انت عايزه، تعمله صامت، تعمله تشغل كشاف، تسجل فويس نوت، تجيب شورت كات، هتقدر تعمل بيه حاجات كتيره جدا وحاجات جميله جدا. طيب انا كتربو في تغير يا تربو انت شايفه في الموبايل، اسمع مني. لو انت غاوي تصوير الموبايل ده هيفرق معاك. لو انت مش غاوي تصوير قوي ومعاك 14 برو ماكس انا بقول لك ما تغيرش، او على الاقل ما تغيرش قبل 3-4 شهور لما نشوف ايه اللي موجود. لما يطلع لك تربو وناس تانية زي تربو تقول لك ده الجهاز ده لا كويس، الجهاز ده وحش. الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام على ورق، كلام احنا سمعناه، لسه احنا ما فقدناش الموضوع ده. انا اسف الفيديو ده طويل عليكم شويه بس انا عايز اجيب لك من الاخر. طيب لو انت مش غاوي تصوير ومعاك 13 برو ماكس تجيب طب 14 برو ماكس، خليك في ال 13 برو ماكس. الاي بايونيك 15 اللي فيه لغايه دلوقتي محقق اعجاز. وتتفق معايا او تختلف خش اكتب في التعليقات وشوف اراء الناس، لان انا اتخضيت لما عرفت ان هو نفس البطاريه بتاعت ال 14 برو ماكس. بصراحه انا واحد من الناس اتخضيت. دي كل التفاصيل اللي قدرت المها لك، وده رايي مبدئيا من حيث ان انت لو معاك تشتري ايه او هتبدل ولا ما تبدلش. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الايفون والموبايلات الفلاج شيب، وبنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب لك محلات ومراكز خدمه تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر او لابتوب او ما شابه ذلك. كان معاك احمد تربو، السلام عليكم.